سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ولا فيديو هذه تلقاكم كامل بخير. دائما مع تكمله سلسله جهاز العروس. اليوم راح نشارك معاكم بعض الاكسسوارات اللي ديتهم في جهازي. نتمنى لا فيديو تنال اعجابكم، ولا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا جيم وابونيو لاشين وفعلوا زر الجرس باش كل ما نحط فيديو جديده تلحق عندكم. وكيما على بالنا كامل، الذهب دركا ولا غالي، ماشي اي واحد يقدر يشريه. ممكن تدي معاك شويه بصح تقدري تعوضيه بهذوما لي زاكسيسوار يجيو بزاف شابين وما يبانوش باللي ماشي ذهب، خاصه اللي كيما قلت لكم ما كفاتهمش الميزانيه. كاين هذه لاباريل كيما راكم تشوفوا فيها، جايه خشينه تاع مناسبات، فيها هذه السلسله تاعها، وفيها البراسلي والمناقش والخاتم، وفي اللبسه تاعها تجي بزاف بزاف باهيه. تقدروا تلبسوها في العراس، في المناسبات. كاين اللي تجي خفيفه على هذه، تجي رقيقه شويه، تقدروا تلبسوها بشكل يومي في الدار. وهذه البنات دارت 350 الف. كل واحد كيفاش راه يبيع. انتم قبل ما تشريو لازم تحوسوا بزاف. وكاين تاني المناكش هادو، شوفوا كيفاش جايين، يعني تلبسي منقوشه كيما هذه ما تزيديش واحده اخرى باسكو تعمر لك كامل ودنك. وعندها تاني الخاتم، شوفوا كيفاش يجي بزاف شباب، وفي الليل كي تلبسو يبريو من بعيد. كاين تاني لا دوزيام باريور اللي نشاركها معاكم تاع لويز. شوفوا البنات هذه بزاف شابه، انا من بين لي زاكسيسوار اللي حبيتهم هذه جايه سامبل وميم طون حاجه كلاس. فيها السلسله تاعها والموتيف تاع لويز، وفيها تاني المناقش، وفيها لا غورميت تاعها. دوك تشوفوهم معايا، شوفوا كيفاش تجي سلسله، يجي تجي هكا طويله في اللبسه، ومن بعد عندها هدايا الموتيف كما قلنا. وهذه تقدري تلبسيها في الدار بشكل يومي باسكو ما ديرونجيكش، ماشي ثقيله بزاف. وعندها لا غورمات تاعها، شوفوا البنات شحال شابه، كي تلبس ما تبانش كامل بلي ماشي ذهب. لو كان ما تقوليش ماشي ذهب ما تبانش كامل، باسكو على بالكم درك راهم يخرجوا فوتوكوبي تاع ذهب اللي رانا نشوفوه عند الصايغي. شوفوا في اللبسه شحال تجي شابه. انا جبتها سوس وعلى قيس تاع يدي، بصح نتوما ولا لقيتوا نفس الموديل ماذا بيكم وسعوها شويه، انا ما تولهتش. وكاين تاني المناقش تاعها، شوفوا كيفاش يجيو معمرين، يعني في اللبسه تاعهم يجيو بزاف بزاف شابين. انا نحب هكا نلبس حاجه سامبل. وهذيك الخشينه نحب نلبسها كي يكون عندي عرس وطريق طويله، نخاف نلبس الذهب تاعي، نولي نلبس حاجه اللي تبان بزاف هايله. شوفوا تاني نشارك معاكم لي زاكسيسوار تاعي تاع الفضه. تالمو انا قبيليه تما الفضه مقدسه عندنا، لازم نديو. وديت زوج لي باريور، ديت في الخشين وديت في الرقيق. شوفوا هذه لا باريور كيفاش جايه، فيها لي كولور بزاف شابين يخرجوا على كامل لي غوب كابيل اللي تقدروا تلبسوهم. عندها لا غورمات تاعها، شوفوا في اللبسه شحال تجي بزاف شابه. وعندها تاني الخاتم والمناقش والسلسله تاعها، شوفوا كيفاش تجي ثقيله، يعني في اللبسه تاعها تجي هايله، تقدروا تلبسوها في التصديره تاني اللي يحبوا حاجه كابيل. وشريت تاني ربع خواتم هكا باش يدي كامل تكون معمرة. جبت في كل الاشكال هكا باش نبدل بيناتهم. شوفوا هذه الاولانيه، وتاني هذه جت معاها جايه دائريه، وهذيك الاولانيه جايه على شكل زهره. ودوك تشوفوا معايا لي موديل الاخرين. شريت تاني هدايا الموتيف، يعني ما حبيتش كيما قلت لكم نجيب من نفس الاحجام باش يبان بلي راني نوعت. وتاني كاين هدايا البقات تاع الفضة، شوفوا شحال يهبل. وفي اللبسة كيف كيف يجي هايل، يجي سوسوة مع اليد. تما نتوما كي تشريو ماذا بيكم شريو هذوك اللي يجيو على حسابيتكم باش ما يدي بلاصيش بزاف. وتاني عندها المناقش، شوفوا المناقش تاعها يعني تلبسي وحده ما تزيديش، يعني فيها ثلاثة لي موتيف. و كما قلت لكم يعني حاجه تاع الفضه لازم نديو منهم اللي نلبسوها في المناسبة. وحاجه تاع الدار ولا كي تكون مناسبه بين لا فامي، برك ما تقدريش تلبسي هذه الخشينه، تما هذه تروحي بها للعرس. شوفوا البنات كيفاه يجيو الخواتم في اللبسه
بزاف هايلين. ودوك نوري لكم الفضه اللي تقدروا تديوها وتلبسوها بشكل يومي هكا اللي يحبوا يلبسوا ديما كابيل. انا ماشي ديما نلبس كابيل كما قلت لكم في المناسبات. شريت هذه لابارور جايه شويه رقيقه على هذيك الخشينه، يجي فيها خاتم، يجي فيها المناقش، ويجي فيها سلسله والبراسلي تاعها. هذه جايه شويه سامبل يعني تكوني الاز كي تلبسيها. وكي يكون عندك هكا عرضه سورتو كي تكوني عروسه في الايام الاولى تاع الزواج وتحبي تلبسي حاجه هكا كابيل، تقدري تلبسي هديه سلسله. يعني دركا كاين بزاف لي موديل غير نتوما ودراهمكم كل خطره يجيبوا حاجه جديده. دوك نعدل لكم الخاتم تاعها تاني. شوفوا الخاتم تاعها جاي سامبل كيوت، ولي كولر اللي فيهم ماشي كيما الاولين، هذوما فيهم غير الخضر والصفر والحمر وشويه هذاك البلو. هذه هي لا فيديو حبيباتي، تمنيت نالت اعجابكم وديتو يا لو كان فكره صغيره. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، واي فيديو حبيتو نحطها لكم خليوا لي في التعاليق، واي استفسار راح نجاوب عليكم كامل. ما لا بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في الفيديو الجايه وباي باي.